السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الهشة الطرية جدا جدا، بجد كانت رهيبة. فكرت كده نعمل حاجة خفيفة الصبح على الفطار، وفي نفس الوقت جديدة ومختلفة عن الفطار بتاع كل يوم، فقررت اشاركها معاكم. القرص الحلوة جدا، يعني لو عندك كوبايتين دقيق على شوية خميرة شكرا كده قضيت، هتعملي احلى قرص في الدنيا. هشة جدا على فكرة وحلوة قوي قوي. نقول بسم الله ونشوف هنحتاج ايه. وطبعا قبل ده كله نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمية الدقيق اللي عندك المتوفرة، يعني كوبايتين 3 4 اللي عندك اعمليه، يعني مش هنعترض على اي حاجة. كان عندي 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين كده ونص من السكر، معلقة ممسوحة، وهقلبهم كويس. وهبدأ أضيف عليهم الخميرة، طبعا دي خميرة اللي هي البيرة اللي هي العجين. ضفتها وحطيت دلوقتي المية تدريجيا، هقلبها بس في البداية كده بالمعلقة، وبعد كده هستخدم ايدي. تمام. هبدأ دلوقتي أزود المية تدريجيا لحد ما أشوف هي هتحتاج ايه بالظبط، يعني لحد ما تاخد كفايتها. العجينة بتاعتي لازم تكون بتلزق شوية، ومش عايزاها تكون ناشفة، عايزاها تكون بتلزق. تمام. فإن شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكوا يا رب العالمين وتعملوا أحلى حاجة. فضيت الرخامة وبدأت دلوقتي أفرد عليها. أحلى عجين تفرديه على الرخامة، أحلى عجين بجد، يعني بتبقى مخدومة كويس ومتظبطة في كل حاجة، يعني تتأكدي من النظافة طبعا، وتعجني عليها وتفرد عليها كمان. تمام. هبدأ دلوقتي أديها راحتها جدا في العجن. مش ما خدتش مني اصلا ازيد من 5 دقايق. بقيت ازود لها كده بسيط ميه، ببل ايدي وببدا ادلكها او املكها كويس، علشان اتاكد ان هي بقيت ناعمه جدا. تمام. اتمنى لو انت بتشوفي القناه ومش مشتركه عندي، اتمنى يعني من حضرتك تشتركي في القناه، يعني فضلا وليس امرا ان حضرتك تشتركي عندي. ولو انت مشتركة منوراني والله، وبحبك في الله جدا جدا جدا. اتمنى بس لايك وكومنت حلو علشان اعرف ان الفيديو وصل لحضرتك، وان الفيديو عجبك او لا. وربنا يحفظك ويرعاك يا رب. اللهم بارك. بعد ما العجينة خمرت معايا، خدت نص ساعة بالظبط، هنبدأ بقى نشيل الاسترتش دلوقتي، وهنعمل بقى كويرات. عايزة تعمليها زي الفينو، تمام جدا، هتبقى حلوة جدا العجينة دي على فكرة. عايزة تعمليها باتيه، هتبقى تحفة تحفة تحفة. عايزة تعمليها أي حاجة، يعني بصي، يعني مش مشكلة انتي تعملي، المشكلة انتي تخترعي. اعملي كل حاجة نفسك فيها، كل حاجة سهلة وبسيطة وحلوة جدا طالما انت عاملاها بإيدك في البيت. جبت صينية صغيرة وبدأت أفردها، سوري، بدأت أدهنها بالزيت بسيط جدا كده، ومعايا مكعبات من الجبنة قطعتها وحطيتها تسقع بس تمسك نفسها شوية. تمام. بدأت دلوقتي اخد حتة عجين وافردها على ايدي، واحط فيها قطعة من الجبنة واكورها كده. العجينة كانت ملزقة جدا، بس ده المطلوب، يعني مش عايزاها تبقى تخينة. هبدأ ارصها كده جنب بعضها. يلا لو ما اشتركتيش في القناة مستنية ايه؟ انزلي اشتركي دلوقتي. هبدأ دلوقتي اكمل الكمية كلها وارجع لك تاني. اللهم بارك. خلصنا الكمية بتاعتنا، تمام. هنغطيها ونسيبها يعني من 5 ل10 دقايق بس تخمر تاني. في الوقت دوت جبت مية وبشوية عسل نحل كده وقلبتهم علشان أدهنها من فوق بيه لما تخمر. تمام.
بعد ما اختمرت معايا دلوقتي هدهن العسل بالمية، وما تخافيش مش هتبقى مسكرة او محلونة، لا مفيش الكلام ده خالص. الفايدة بس ان انا عايزاها تدي لون حلو من فوق، وعايزاها تبقى السمسم يلزق فيها مش اكتر من كده. تمام، علشان انا مش بحب الصفار يبقى من فوق كده يعني، الا في حاجات بسيطة او حاجات معينة، مش في اي حاجة. تمام، دهنا كده السمسم. سخنت الفرن على درجة عالية جدا، وحطيت الشبكة على رف عالي، وهحطها في الفرن تاخد من 10 لربع ساعة من غير ما افتح عليها خالص. والمنظر تحفة قدامكم اهي، تحفة بجد. هنغطيها بقى ونسيبها 5 دقايق بالظبط عشان تطرى وتبقى معانا تحفة. اللهم بارك، حلوة بجد جدا. اتمنى الوصفة النهاردة تعجبك، وتقولي رأيك في الكومنتات، وتقدري تعمليها ان شاء الله. سهلة جدا والله، ما خدتش معايا وقت غير بس في وقت التخمير مش اكتر. وكانت حلوة جدا على الفطار، يعني حاجة مختلفة وفي نفس الوقت ضامنة جودتها، حاجة نظيفة. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبك، وان شاء الله تنفذيها، واحب اشوفك برضو عندي في القناة. وشكرا ليكم مقدما يا احلى ناس في الدنيا. اشوفكم في وصفات جديدة وحاجات مختلفة ان شاء الله وحلوة. في رعاية الله، سلام.